مساء الخير على أحلى فراشات في الدنيا. بنبدأ ملخصنا مع يانغ اللي بيهاجمها تعبان في وسط غابة. بيظهر ليها بطلنا تشين اللي بينقذها منه، لكن بتاخده وبتدخل جوه كهف لأن هي بتهرب من الشرطة اللي بتدور عليها. ما تعرفش إن السيد تشين ده ابن عيلة غنية وإنه تحت تأثير منشط جنسي قوي جدا، فبيلبسها ختم وكده وبيقولها أنا آسف على اللي أنا هعمله، بس أوعدك إن أنا هتحمل مسؤوليتك. وبيقضي ليلته معاها، لكن تاني يوم مش بيلاقيها جنبه. هو بيطلب من المساعد انه يقلب الدنيا عليها لان هي دي اللي هتكون زوجته المستقبلية، وبيكون مش قادر يفتكر شكلها كويس بسبب المخدر اللي كان في جسمه. بنشوف عائلة يانغ، وبيكون عندها اختها يان الكبيرة اللي محبوبة من العيلة جدا، وبتكون كمان عاملة حادثة ليلة امبارح وخابطة سيدة كبيرة، وبعتوا يانغ على نفس المكان اللي اختها عملت فيه الحادث عشان هي تلبس الجريمة ويتقبض عليها. وبنعرف ان هي بتعاني في الظلم ده من وهي صغيرة، حتى هي دلوقتي بتشتغل عشان تصرف على دراستها. لكن يان بتقولها ما تفتكريش ان اهلك هيحبوكي كده من يوم وليلة. فبتقولها انا مش محتاجة حبكم، وانا هسيبكم وامشي. لكن يان بترفض وبتيجي ضربها على راسها بالظهرية، فبتشوف في ايديها خاتم تشين وبيعجبها وبتاخده منها. هنا بقى عاوزاكم تتوقعوا لي الاحداث في الكومنتات، يلا بينا. وهنا كمان بنشوفها وهم مكتفينها عشان يسلموها لمركز الشرطة، لكن بنلاقي تشين وبنعرف ان السيدة الكبيرة دي اللي اتخبطت وفي المستشفى وفي حالة حرجة وغيبوبة تبقى والدة تشين. هنا يا عيني بيقولوا له هي دي اللي عامله الحادثه امبارح وما تاخدناش في ذنبها، او خدها واعمل فيها اللي انت عاوزه. ولا ثواني كده بحس ان البنت دي مألوفه بالنسبه له. وكمان المساعد بيقول له ان عرفنا ان البنت اللي كانت سايقه الحادثه هي من عائله يانغ، فهنا عائلتها بيأكدوا له ان يانغ هي اللي كانت سايقه. وهنا بيطلب من المساعد ان هو ياخدها لمركز الشرطه. فجأة يشوف بقى الخاتم في ايد يان، وبقول لها انت اللي كنت معايا امبارح، انا اسفه على اللي انا عملته فيكي، وانت من النهارده بقيتي سيدة تشين. ويان بتعرف ان الفولة اتقسمت ازاي وان اختها يانغ هي اللي كانت معاه. بعد مرور 6 سنين بنشوف يانغ وهي خارجه خلاص من السجن، لكن بتسأل فين ابني، دفنتوه فين؟ فبقول لها ما اعرفش هو دفن فين. وبنعرف ان هي كانت حامل في السجن، ولما ولدت قالوا لها ان ابنك اتوفى. فجأة بتلاقي عربية السيد تشين قدامها، وبقول لها ان السجن ده مش كان كفاية ليكي، ويا ترى عجبك؟ وبنعرف ان هو كان موصي عليها جامد جدا في السجن. فتقول له صدقني انا ماليش اي ذنب في اللي حصل لوالدتك، ومش انا اللي كنت سايقة. طبعا بشوفها اللي هي بتبرأ نفسها كده وخلاص، وبوعدها ان هي هتشوف جحيم تاني خالص غير اللي كانت شايفاه في السجن. فبيجبرها ان هي تلبس ابو ترتر وتيجي معاه مالها ليلي، وبقول لها اللي انت مجبورة اللي انت تسمعي كلامي عشان المحكمة حكمالي ب30 مليون، وانتي مش معاكي فلوس تدفعي لي، ده فوق ال6 سنين يعني اللي هي اتحبستهم. وبقولها انا سمعت كمان اللي انتي ابنك مات منك، ما هو ده عقاب ربنا. قالت له صدقني انا ما قتلتش والدتك، وابني لما مات مش مات عشان ذنب انا عملته. لكن بيتضايق منها وبينادي على المساعد وبطلب منه ان هو يوديها لواحد كهدية يعمل فيها اللي هو عاوزه. وهنا بقى بتروح وبتكون مش عارفة تعمل ايه، بيجبروها ان هي تشرب، وبيكون كلهم عاوزين يعتدوا عليها. لكن لحظة بيجي كده وبينقذها من تحت ايديهم قبل ما الراجل يفتح دماغها. وهنا بقى ببصلها وبقولها انت لسه واقفة ليه؟ انت عاوزاه يكمل معاكي ولا ايه؟ فبتاخد بعضها وبتهرب يا حبيبتي من المكان. ونشوف الطفل ليان اللي بيدور على والده تشين وماشي مش واخد باله، لكن يانغ بتشوفه وبتنقذه وبتيجي حضناه وبتحس بألفة ما بينهم جدا. وبعدين بتقول لنفسها لو ابني كان عايش كان زمانه في سن الطفل ده. ويان اول ما بتشوفهم سوا بتخاف جدا، وبتقول يا ترى يانغ عرفت ان ابنها مش مات في السجن ولسه عايش، وهو ده الولد اللي واقف معاها دلوقتي. فراشات المقاطعين نسيتوا تحطوا لي اللايك والكومنت، اعملوا لي كومنت حلو كده شجعوني بيه. وهنا يانغ بتشوف يان وبتفتكرها لما اجت زارتها في السجن وقالت لها يا بنتي ده انت مجرمة وفي السجن وكمان حامل، ده انت عار على العيلة، احنا معتبرينك اللي انت متي واتبرينا منك خلاص. لكن ين تتفاجئ بجوزها تشين اللي جاي وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيغطي كتاف بنتنا يانغ، وبطلب منها ان هي تروح غرفة تغير لبسها. لكن يان بتتضايق وبتقوله انت ازاي واقف مع واحدة زي دي؟ لكن بقولها سيبيكي من الموضوع ده، انا منبه عليك اللي انت ما تقربيش من ليان خالص غير باذني. انت ازاي جبتيه هنا؟ قالت له هو اللي بيدور عليك، وبتسيبه وبتروح ليانغ اللي بتقول لها انت مجنونه عشان تقربي من جوزي، جايه عشان تسرقيه مني.
وتقول لها مش كفاية ان ابنك مات منك بسبب الذنب اللي انت ارتكبتيه لما قتلتي واحدة كبيرة في السن ومش رضيتي اللي انت تنقذيها. هنا ينغ بتتضايق وبتيجي مديها قلم على وشها، وبتقول لها مش هسمح ليكي اللي انت تجيبي سيرة ابني تاني مرة، وترفع عليها السكينة. لكن ين تقول لها ما تنسيش انا اللي قتلت زمان واحدة، وبتعترف بكل حاجة. هنا بقى ينغ تقول لها كان زمان مش معايا دليل ومحدش كان مصدقني، لكن دلوقتي بقى معايا الدليل، وبتكون سجلت لها كل كلمة هي قالتها. فتقول لها بضغطة واحدة بس هشير والكل يعرف الحقيقة عشان تنقذ نفسها. قالت لها ابنك لسه عايش. بتفتكر ينغ لما قالوا لها ان ابنك نازل ميت اصلا من بطنك. فتقول لها لو عاوزة تعرفي ابنك مكانه فين وتشوفيه تاني فلازم تسمعي كلامي، وما تقربيش تاني مني ولا تدوري ورايا ولا تقربي من زوجي. وبتيجي زقها بعيد، لكن ينغ بتيجي ماسكة في زمارة رقبتها وبتقول لها اتكلمي، ابني فين؟ تعرفي عنه ايه؟ كلمي غير كده انا هقتلك دلوقتي. فتقول لي ينغ اللي انت ما تقدريش تأذي نملة وما تقدريش تعملي اي حاجة. فجأة يلاقوا حد مستخبي ليهم في الدولاب، وهو ليان اللي بيقول لوالدته يان اللي انت امرأة شريرة جدا، ولا انا سمعت كل حاجة وهروح اقول لبابا انت اللي قتلتي جدتي. فبياخد ينغي من ايديها وبيجري عشان يروح يقول لتشين على كل كلمة هو سمعها، لكن يان بترفض طبعا ان هو يروح، وبتحاول ان هي تمنعه بأشد الطرق، وبتيجي زقاه فبيقع ويتخبط وبنصاب. تشين بيدخل بقى بيلاقي ابنه غرقان في دمه، وبيفضل يزعق وبيجي واخده ورايح على المستشفى على طول. فجأة بعد ما بيدخل غرفة العمليات بنلاقي يان ضربة ينغ على وشها، وبتقول لها انت اللي اذيتي ابني وانت اللي زقتيه، ومش بتدي فرصة لينغ ان هي تتكلم. ويان بتحاول تبين ان هي خايفة على الطفل لان ده المفروض ابنها، لكن طبعا تشين مش هيكذب مراته ويصدق ينغ اللي قتلت والدته، فيزقها كده جامد ويقول لها لو ابني حصل له حاجة مش هرحمك. يلاقي الدكتور طالع ويقول له عاوزين ليه نقل دم، لكن فصيلته نادرة وهي فصيلة الباندا، ومن المفروض ان يكون الاب والام حد فيهم نفس الفصيلة، لكن تشين بيكون مش نفس الفصيلة فاكيد الام، لكن الام بتمثل ان هي تعبانة وعندها فقر دم وما تقدرش ان هي تتبرع بدم لحد خالص حتى لابنها تنقذه. لكن ينغ بتقول ان انا نفس الفصيلة وفصيلة الباندا وانا اقدر ان انا انقذه. وينغ بيكون عندها مشاعر قوية جدا اتجاه ليان، وبتحس زي ما يكون ابنها، وهنا بتمسك ايديها وهي بتتبرع له بالدم. لكن فجأة تشين بيجي يزق ايديها ويقول لها خلاص لقينا دم مش محتاجين الدم بتاعك، وكمان يقول لها ما تنسيش حالته دي بسببك انتي، لو انتي يعني اتبرعت له بالدم دي مش هتكون جميلة. لكن ليان يفوق ويقول ان هي ما عملتش فيا حاجة يا بابا، دي ماما هي اللي زقتني. قبل ما يحكي نص كلمة كمان يان بتجري عليه وبتبين نفسها ان هي خايفة عليه وكانت مرعوبة، وبتقول له انت كويس؟ فيك حاجة خلاص. وهنا الواد بيقول لها بعيدي بعيدي مش عاوزك تقربي مني انت شريرة. وبيفقد الوعي تاني، وتشين يجري ينادي الدكتور، ويان بتوقف هنا يانغ وتقول لها انت رايحة فين؟ لازم تعرفي اللي انت لازم تبعدي عن حياتنا لو انت عاوزة تشوفي ابنك تاني زي ما انا قلتلك. وبتثبت ليها ان ابنها عايش، وبتقول لها شوفي انا كنت موجودة معاكي في المستشفى يوم ما انت ولدتي، وانا خدته وعارفة مكانه فين لو انت عاوزة تعرفي مكانه. فبتقول لها هعمل اي حاجة انت عاوزاها. فبتضحك كده وبتقول لها فتضحك وتقول لها ما تفتكريش ان الموضوع سهل كده واللي انت هتشوفيه بالسهولة دي. فينغ بتتضايق وبتكون عاوزة تشوف ابنها، فبتمسك فيها وتقول لها انا هقتلك. تشين بيجي ويان تقول له سمعتي هي بتقول ايه؟ عاوزة تقتلني، دي مجرمة ولازم تخليها بعيدة عنا وما تقربش مننا تاني. لكن هو بحس بحاجة غريبة وبحس ان شبح ينغ ده بيطارده، وكأن ان هي اللي كانت معاه في نفس الليلة من 6 سنين، مش يان هي اللي كانت معاه. وهنا بقى بيقرر ان هي يخليها عنده خدامة وان هي تخلي بالها من ابنه. هنا بقى يان بتتضايق جدا وبتقوله ازاي، لكن بيتنرفز وبيكسر الزهرية وبقول لها ان محدش يتكلم ورا كلمتي، وبيقول ليانغ اللي انت هتفضلي تحت رحمتي طول عمرك، وبياخدها من ايديها كده وبياخدها على الغرفة اللي فيها صورة المرحومة والدته، وبقول لها زي ما انتي حرمتي والدتي من حياتها وحرمتيني منها انا كمان هحرمك من حياتك اللي انتي تعيشيها بحريتك. بتقوله صدقني مش انا اللي قتلتها. بعد كام يوم بنشوف ليان بقى متعلق بيها جدا، وليان بيكون شاكك في ان يان تكون والدته، فبيدور في سجلات المستشفى وبيعرف ان والدته مش نفس فصيلته الباندا وان يانغ هي نفس الفصيلة، فبياخد شعرة كده من شعرها عشان يعمل لها تحليل، لان بسبب حنية يانغ عليه فحاسس ان هي امه. جدته بقى بتيجي وبتزعق له
والدته وبتقوله انت سبب المشاكل اللي بين والدتك ووالدك، وده لان تشين طارد يان من البيت بسبب سوء معاملتها مع ليان وان هي مش بتعامله معاملة كويسة، وان كمان تشين مش بحب يان ده اللي احنا بنعرفه، وان هو كمان ما قربش منها ولا مرة. لكن فجأة والدة يانغ بتشوفها موجودة عنده في البيت وبتكون عاوزة تضرب يانغ، لكن ليان بيقف كده قدامها وبيحمي يانغ بيقولها مش هسمح ليكي اللي انتي تضربيها. وهنا تشين بقى بياخد الفازة وبيجي كسرها. هو لما بتعصب بيعمل كده. حطولي لايك وكومنت ماشي يا بنات. وبعدين تشين بيرق عليها وبيطهر لها الجرح اللي في وشها. بعدين بيشاهدوا الألعاب النارية، وهنا بيطلب ليان من يانغ ان هي تقف معاهم، وكمان تشين بيلبسها الجاكيت عليها من البرد. فجأة بيلاقي الشحب، فهنا بتتمنى ان هي تكون مع تشين وان هو يحبها. فهنا بيشدها كده بيقول لها انت تمنيتي ايه؟ فنحس ان هو بقى لطيف معاها كده شويه. ولسه بدها تقول له هي تمنت ايه، بتلاقي يان بتقول لها عشان تشوفي ابنك وتعرفي مكانه اطلبي من تشين 2 مليون. فتشين يتصدم فيها ويحس ان هي بتاعت فلوس وبيطردها من البيت، وان هو كان مفكرها حاجه تانية، لكن بيوفر ليها شغل عنده في الفندق من غير ما تعرف ان هو اللي مشغلها. وبيكون عندها حمى ومصره ان هي تكمل شغل عشان تجمع بقيه الفلوس، لكن بتدخل الغرفه الغلط اللي بيكون فيها تشين ومحطوط ليه للمرة التانية منشط جنسي، وبلاها هي قدامه وبيقضي وقته معاها. وبتكون دي خطة يان ووالدتها ان هم يخدروا تشين عشان تقرب منه في ليلة وتقول له انا حامل ويرجعها، لكن تلاقي باب الغرفة مقفول ومش عارفة تدخل. وتاني يوم تشين يتفاجئ بيانغ ان هي جنبه في السرير وان هي كمان عيانة وسخنة خالص، فياخدها على طول على المستشفى وبيطلب من المساعد يعرف له ازاي يانغ دخلت غرفته. فيعرف ان هي مش قدرت تفرق بين الغرف وبعضيها لان هي كانت تعبانه امبارح ودخلت غرفته بالغلط. فيلاقيها كده بتقوله من 6 سنين اجبرتني ودلوقتي كمان اجبرتني لتاني مره. لكن هنا اول ما بتفوق وتفتح عينيها وتلاقيه قدامها بترفض ان هو يقرب منها وبتكون عاوزه تمشي. فبيرفض وبيقول لها انا اسف على اللي حصل ليله امبارح وهتحمل كمان المسؤوليه. فبتقول له انا عاوزه تعويض 2 مليون. فيقوم كده وهو مصدوم ويشوفها ان هي بتاعت فلوس طماعه وان هو كان مفكرها ان هي بنت بريئه وان هي بتحبه. فتقول له انا عاوزه الفلوس دي، انت فضلتي معايا ليله كامله فانت لازم تعوضني. فيكتب ليها 1,000,000 ويرمي لها شيك ويقول لها اصل انت كمامه المفروض تترمي في الزباله. فبتقول مش مهم الاهانه، المهم اللي انا الاقي ابني. بتلاقي يان داخله عليها وبتقول لها ما تزعليش يا حلوه يا بيضه، من حقك اللي انت تلاقي ابنك بس مش بالسهوله دي. وبتديها كارت عشان تروح تكمل شغل هناك وتلاقي فلوس عشان تلاقي ابنها. وهو بيكون موجود في المكان ده وفجأة بيشوف السبحة اللي هي كانت مديها له وبتطلب منه ان هو يفضل لابسها وان السبحة دي مباركة وان هي هتحقق له كل حاجة بتمناها. بنشوفها بقى وهي بتقدم الخمرة لواحد وبتقول على قد ما انا بس هحط له وهمشي واخد فلوس. لكن فجأة تلاقيه ان هو بيعتدي عليها وان تشين بيجي ينقذها من تحت ايديه وبيمدلها ايديه، لكن فجأة يشيل ايديه تاني ويقول لها انت ليه بتدوري على الفلوس كده؟ بتحبي الفلوس لدرجة اللي انت هتبيعي نفسك عشانها؟ فبتقوله ان الطيور بتموت بسبب لقمة العيش وانا زي الطيور لازم اجمع الفلوس دي. بيرفض ان هي تمشي وبيلبسها جاكيت وبيقول لها عرفيني انت عاوزه الفلوس دي ليه وانا هديها لك، لكن بترفض ان هي تقوله. فبيقعد كده وبيقول لها اي ازازه انت هتشربيها من هنا ب10,000. فبتشرب واحده او اتنين، فبيرفض ان هي تشرب التالتة وهنا بتكون عاوزة تشرب عشان تجمع فلوس. ونتائج التحليل بتظهر لليان وبيعرف ان يانغ هي والدته وبيحدد مكان والده تشين عشان يروح له يعرفوا الحقيقة. لكن بنشوف يانغ اللي بتترجى تشين انه يديها الفلوس لان هي شربت زي ما هو وعدها، لكن بيقولها ان شرب الخمرة ده مش يكفي وان هي تكون معاه كمان ليلة مقابل الفلوس دي. بتوافق لكن هو بيرفض وبيقولها ان هو مش محتاجها. هنا بتفقد الوعي وبيحصل معاها نزيف وليان بيجي وبيفضل يعيط وبيطلب من والدته ان هي مش تسيبه. وتشين بيجي وكمان ليان بيفقد الوعي وبينقلهم للمستشفى. ونكتشف ان يانغ حامل وحملها في خطر بسبب شرب الخمرة اللي هي شربته. تشين هنا بيسمع الكلام وبتصدم باللي بيسمعه. بعدين يانغ بتكتشف ان هي حامل لكن بترفض وجود الجنين ده ان هي تحتفظ بيه وبتطلب من الدكتورة ان هي تعمل لها عملية اجهاض، لكن الدكتورة بتقول لها لو عملتيها مش هتقدري تخلفي تاني واللي احنا هنشيل الرحم. وتشين بيفتكر ابنه لما كان
كان بيقوله ان يان ديت واحدة سيئة جدا، وكمان بيقول على يانغ انقذ امي. وفجأة الدكتور بيجي بيقوله لازم تمضي على التقرير ده لان الحالة صعبة ولازم تدخل العمليات. بيخاف جدا، وهنا بيعرف ان هي اللي كانت معاه من 6 سنين، وبيربط الاحداث كلها مع بعضها. واول ما بيشوف الممرضة بيجري عليها وبيسألها عن الحالة اللي في غرفة العمليات، بتقوله ان هي بين الحياة والموت، والدكتور بيطلع يقوله البقية في حياتك. بيكون عاوز يقتل الدكتور، لكن فجأة بيلاقي وراه ينغ اللي بيجري عليها وبيحضنها جامد، فالممرضة تبعده عنها وبتقوله ان هي حملها ضعيف جدا وان اللهفة دي مش كويسة عشانها. بيقولها ليه مش قلتيلي على الحقيقة؟ لسه بدها تتكلم بيجي بيسها ويشيلها ويحطها على السرير، وبتقوله انا خفت اللي انا اقولك اللي انت مش تصدقني او كمان تفتكرني اللي انا بستفزك بالحمل ده. فبقول لها ده حقيقة، بس انا خلاص عرفت اللي انت اللي كنت معايا من 6 سنين، وكمان طفلنا اللي انت ولدتيه. فبتقوله احنا لازم ندور عليه. قال لها طبعا، وهو جاي دلوقتي عشان يشوفك. بتعرف بقى ان ليان هو ابنها، وبكده يكون شامل العيلة خلاص اتلم. وانا كمان خلصت الملخص، وحطولي لايك وكومنت. ولو انتوا اول مرة تزوروني في قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.